انا حطيت بقى القراميط في الحوض عشان انضفها ان شاء الله، اطبخها النهارده باذن الله على طول ان شاء الله. وده بقى نوريك بقى اسعار الفاكهه. نبدا بالفاكهه بقى. ديت الموز اللي انا جايبها كيلو ربع ب10، في ب10 وفي الناس بتباع ب15، وفي اسعار كمان اسعار يعني. بس انا جبت الكيلو ربع ب10، حلو والله ما شاء الله يعني، مسكر وطعمه جميل قوي. اهو جبت 2 كيلو، اداني ال2 كيلو وجبتهم منه ب15 جنيه. انا بحب والله ما بفاصل، هم الناس عشان عارفيني وكده يعني، ربنا يصلح حالهم يعني، يصلح ما بين ايديهم يا رب. وده بقى التفاح اهو ما شاء الله اهو، ده كيلو ربع ب20. اهو جبت كيلو ربع ب20 جنيه. انا ما بحبش التفاحه اللي حمرا اللي قوي، الحمرا اللي قوي ما بتبقاش مسكره، تجيب اللي هي ايه فيها كده حاجه يعني، دهيت اللي هي ديت اللي هي مسكره جدا، طعمها عسل سكر كده في الاكل بجد ما شاء الله. اهو يبقى كده ربع ايه تفاح ب20، وال2 كيلو موز جايبهم ب15. وبقى اليوسفي اهو، السفند بمعنى اصح، ده انا جايباه 3 كيلو ب10. مفيش اصلا سفند في السوق كبير يعني، كل ده اكبر حجم موجود في السوق اصلا، مش عارفه ليه يعني. كان جابوا شويه الكبير اللي قوي ديت كان، بس ما كانش مسكر على فكره، كان بيبقى ناشف، ده بيبقى ما شاء الله مسكر جميل جدا. 3 كيلو ب10 جنيه. والبرتقان اهو، جبت برضو البرتقان اهو الكيلو ب5 جنيه اهو. في كان معاك في كبيره اكبر من كده، اصلا ما بحبش البرتقانه الكبيره اللي قوي يعني، بتبقى طعمها مش بحب. انا بحب البرتقان يبقى وسط كده عشان نعرف ناكله يعني، عشان ما فيش حاجه تتبقى يعني تترمى ولا كده هنا ولا هنا، بقى الحاجه موجوده في البيت بقى. كده بالنسبه للفاكهه انا ما جبتش الا ده، جبت موز وبرتقان وسفندي وتفاح. رضا قوي الحمد لله. نبدا بقى بايه بالاسعار بقى بتاع الخضار. انا طبعا ما جبتش كرنب لان انا كنت عامله محشي يوم الجمعه والاسبوع اللي فات الاسبوع اللي قبل كنا عاملين محشي، فما رضيتش اجيب كرنب بجد. الكرنب كان اسعاره حلوه، كان الاثنين كرنبتين ب15 كبير وحلو كده. والكوسه كانت اسعارها برده ب10 جنيه عشان تبقوا عارفين اسعار الكوسه كانت ب10. والبسله بقى اول مره اشوف لسه البسله نازله السوق النهارده، بجد عجبتني قوي. بس نسيت اجيب جزر بقى، ابقى اجيب جزر من اي حد بقى، اشحت بقى استليت اعمل اي حاجه، حتى عليها بطاطس اعملها كده من غير الجزر مش مشكله. والله قعدت ادور في السوق كتير ما لقيتش جزر خالص، مش عارفه في ايه. البسله تطلع الجزر يختفي. اهو دي جبتها ب10 جنيه، كانت بتقول لي ب12 جنيه، جبتها ب10 جنيه بس حلوه مليانه ما شاء الله وقدر، مع انها لسه اول قطفه يعني ما شاء الله جميله. دي ب10 جنيه. نيجي بقى لسعر الفلفل او الشطيطه اهوت. الشطيطه كيلو ونص ب10 اهو. انا بحب الشطيطه ما بحبش الفلفل، انا بجيب ايه اللي هي اللي اهو. شفت انا بحب الحمرا شويه يعني ايه، انا بجيبها حمرا شويه عشان بحبها على الاكل، وحبيت اقليها منها برضه. بحب الشطه المقليه ما بحبش الفلفل المقلي. جميله ما شاء الله طبعا وحره، فلفل حر قوي الايام دي، الشطه مش عارفه حره ليه الايام دي، جميله. دي جبت كيلو ربع ب5 جنيه. تمام. الليمون، سعر الليمون بقى كان ب10 جنيه، كيلو ب10 جنيه. اول مره ينزل يعني، ودايما في الشتاء بيوصل لسه هيغلى، ما تخافوش كل ما الشتاء يدخل هيغلى اكتر اهو. شفت الليمون حلو ما شاء الله عليه. بحب الليمونه الصغيره واللي هي الوسط، لا الصغيره ولا الكبيره اللي زياده عن اللزوم، عشان ما يتبقاش ما يترماش نصها اهو. يبقى الليمون بكام؟ الليمون ب10 جنيه. والفلفل الشطيطه او الفلفل كيلو ونص ب10. والبسله الكيلو ب10 جنيه. تمام. والسفندي جبنا التلاتة ب10، والبرتقال ب5 جنيه، كيلو ب5، 2 ب10 جنيه. مقلناش البتنجان بقى ب5 جنيه، نسيت اقولهولكم. البتنجان ده ب5 جنيه ماشي، في كبير وفي صغير يعني، انا جايباه منها اهو ب5 جنيه. تمام. التفاح قلنا الكيلو ربع ب10، والموز الاتنين ب15، يعني الكيلو بقى ب7 جنيه ونص. والطماطم بقى لا تتفاجئوا من الاسعار. الطماطم على فكره من اول ما نزلت الصبح لقيت الطماطم بيقول لي كيلو وربع ب10 وكيلو ونص ب10. المهم ايه، قلت اما اروح كده بس الاول اروح اشتري شويه حاجات وايه، وبعدين ارجع للطماطم. رجعت للطماطم لقيتهم قالوا لي بكام الطماطم بقى، التلاته ب10 جنيه. تخيلوا. ده قاعد يقول لي لا ده ب5 جنيه، لا مش عارفه. قلت له لا هاخدهم التلاته ب10 جنيه ما شاء الله اهي. شوفوا عامله ازاي اهي
والله سليمه كلها واحده من واحده. يبقى جبنا كام؟ جبت ب20 جنيه، وجبت منه كمان شروة طماطم، بس انا لسه هغسلها وانضفها. جبتها ب5 جنيه، كيسين كبار كده من كبار، لسه حطاهم في الحل عشان اغسلهم بقى وانضفهم واعمل لهم صلصه، ولا اشوف اعمل لهم ايه بجد. يعني انا شاطره النهارده على رايكم. كده بقى خلصنا السوق معاكم، وهطبخ بقى الصحافه ان شاء الله. وكده ايه، ما تنسوش اهم حاجه لو وصلت معايا لاخر الفيديو تنسي لايك. احنا بنتعب والله يا جدعان. يا ريت لايك واشتراك لو انت لسه اول مره تدخل قناتي. يلا الفيديو كده خلص معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير، برشا. المهم دلوقتي هنبدا معاكم نروح السوق. قلت بقى ايه، نشتري بقى شويه حاجات بقى من السوق. طبعا احنا النهارده السوق عندنا النهارده الاثنين، وده السوق بقى. قلت اما اجيب، كان بجد كان نفسي ناكل قراميط بقى اهوت. انا هوريكم اول حاجه القراميط، وبعدين نبدا ايه بالفاكهه بقى والخضار. هوريكم بقى الاسعار عامله ايه، هتصدموا دلوقتي. السمك بالذات اسعاره بصوا والعه نار اهو. شوف القرموط ما شاء الله، ده القرموط اللي احمر ده. ما تجيبوش قرموطه اللي هي اللي انا بقول. اوريكم القرموط عامل ازاي، اللي هي الحمر بطنها. شفت اللي هو شوف القرموط ده. القرموط عايز تشتري اي قرميط عشان تاكلوها حلوه وتبقى حاجه حلوه وتعرف تشتريها. اقول لك ايه اللي فيها بقى. تجيب القرموط اللي بطنه ابيض زي دي كده وحمرا، ما تجيبوش بتاع الترع. بتاع الترع بتبقى زرقاء وبطنها زرقاء وبقى طعمه وحش، وراسه صغيره. راس القرموط شوف تبقى صغيره بس عشان صحي. شوف راسه عامله ازاي صغننه اهي. شوف القرموط ما شاء الله. انا جايبه 3 قراميط 2 كيلو ونص، 70 جنيه كيلو، 30 جنيه. يعني هو هي عامله لي تخفيض، يعني 5 جنيه اهو. بصوا ما شاء الله اهو. انا عشان بس ما يقعدوش يطلعوا اهو. شوفوا بعمل ازاي اهو. انا همسكه لكم اهو، بس انا هحط ده بس كده اهو. شوفوا ده بسم الله ما شاء الله، عشان ما يعضناش بس. اهو شوفوا القرموط بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. الف هنا وشوفها يا رب اهو. قرموط ابيض وعسل معايا. انا جايبه ما شاء الله هم 3 قراميط. مش عارفه اطلع بقى التالت عشان ما يقعوش مني بقى، اجري وراهم بقى في المطبخ. دول بس اغسل ايدي